أنت العليم بما في القلب من وجع، أنت الرحيم بضعف لست أقواه، أنت الكريم فما في الكون من أحد. صباح الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. معاكم منا من قناة وصفة ومعلومة مع منا سند. النهاردة جايين بروتين شهري للمطبخ. يعني ايه روتين شهري للمطبخ؟ طبعا احنا عندنا كذا نوع من روتين البيت لأي ست بيت في الدنيا. روتين يومي، روتين اسبوعي، روتين شهري. روتين الاسبوعي انك كل يوم بتقوم من النوم طبيعي، تغسلي مواعينك، تنضفي مطبخك، تكنسيه، تلمعي رخامك، تعملي كل الحاجات دي. روتين الاسبوع بقى بتاخدلك مثلا كل اسبوع كده حاجة معينة في المطبخ، بتفرزيها، تقلبيها، تشقلبيها، تغيري شكلها، الحاجات دي كلها. تمام. الشهري بقى هو زي ما انا هعمل كده النهارده. بتجيبي بقى البلاط، بص هتشوفي بقى بلاطك من زيت، هتغسليه، هتمسحي بوتاجازك مثلا، هتلمي مثلا المواعين كلها بقى، تغسلي مواعينك بقى وترتبيها، تغيري من شكل المطبخ. انا دايما بحب كل شهر اغير من شكل المطبخ بتاعي، ولو بحاجه بسيطه، لو بحركه صغيره، لو هشيل بتاعه الورد احطها في مكان غير مكانها. بتفرق في نفسيه اي ست، بتغير من الطاقه السلبيه بتاعتها لطاقه ايجابيه. بتحس ان في تغيير، ان طبعا احنا كستات بيوت طول النهار في البيت، طول النهار في المطبخ عامه. من اول ما بنفتح عينينا كده ممكن يعني في كتير مننا اوقات كتير ما بنلحقش حتى نغسل وشنا، لانك بتقومي جري عشان تلبي طلبات ولادك، اللي قايم من النوم جعان، واللي قايم من النوم عايز يشرب، واللي قايم من النوم رايح شغله. ما بتلحقيش اصلا انك تاخدي هدنه لنفسك، تشوفي انت عايزه ايه، او حتى تدخلي الحمام. بالعكس، انا بيجي عليا اوقات كتير بصحى من النوم والله ما بلحق اغسل وشي، بجري جري على المطبخ. ابني قايم من النوم جعان عايز يتغدى، عايز يفطر، بابا متاخر رايح الشغل، عايز يفطر عشان ينزل. طب انت ايه اللي بيأخرك في النوم؟ معايا بيبي، معايا طفل لسه صغير مسهرني طول الليل، مطلع ميتيني، مقعدني للفجر. طبعا غصب عني، ولازم نعذر امهات كتير بيبقوا في المرحله دي، وناس كتير بتستهون بالحته دي، خصوصا البنات اللي متجوزين في بيت عيله، اللي هم مثلا انت ما بتقومش من الساعه 7 ليه؟ هو انتوا يعني لا بترحموا ولا بيسيبوا رحمه ربنا تنزل ليه؟ واحده معاها بيبي، النبي لو عنده سنتين بيطفحها الدم، يعني بيجي على عيل كده وقت بيبقى ماسكاه الرزاله، وممكن يوقفني من الساعة 2 للساعة 5 الصبح واقفة شايلاه عشان خاطر ينام. وروحي هنا وتعالي هنا، وروحي هنا وتعالي هنا. طبعا مفيش علينا غير اننا نستحمل، ساعات بنتعصب، ساعات بنرفز، لان خلاص بقى فصلنا، محتاجين ان احنا نرتاح. لان طول النهار بقى فطار غدا عشاء، حمي لبسي غيري اكلي شربي ذاكري حفظي، كلام كتير جدا بنعمله طول اليوم. فربنا يجعله كلنا في ميزان حسناتنا، ويعيننا ويقدرنا على المسؤوليات اللي احنا شايلينها بجد. فطبعا الروتين الشهري ده اول حاجه عشان تدخلي بقى تعملي الروتين بتاعك ده، اول حاجه تكون عاملاها ايه؟ ان يكون عندك اكل قبلها بيوم. ده بصي مهم جدا انك يكون عندك اكل قبلها بيوم، بحيث انك تقومي وانت داخله تعملي روتين، متبقاش يعني عايزه تكروتي الدنيا، عايزه تستعجلي عشان عندك غدا، عشان تعملي غدا، الكلام ده كله. ويستحسن بقى لو يبقى عندك اكل، يا اما هتعملي في اليوم ده حاجه خفيفه، ممكن مثلا تشوي سمك، تجيبي سمك مشوي جاهز، وتعملي شويه رز وطبق سلطه. ممكن بقى يكون عندك اكله سايباه في التلاجة دوبك هتسخني وتاكليهم، وانتهى الموضوع على كده. عشان تقفي تعملي تنضفي مطبخك، تقفي بمزاج بقى وانت رايقه كده ومزاجك حلو، وما عندكيش اي يعني ايه ضغط عامه يعني. لكن انا بقى كان عندي هنا اولاد، كنت انا لسه والده، يعني الروتين ده اصلا بقاله سنتين. كان عندي على محتوى ليا على اليوتيوب، للاسف المحتوى ده كان اتقفل. ف كنت انا والده ما كملتش 40 يوم، وكان معايا طفل عنده سنتين ونص. فكنت بقى الروتين ده خد مني يوم كامل. انا فاكره يعني كنت اغسل شويه اطباق واطلع، عيل بيعيط عايز يرضع، عيل جعان، ماما هاتي، ماما خدي، في نونو بيعيط عايز نشيله شويه، مش عارف ايه. طبعا 40 يوم لسه. ف اليوم فاكره انا اليوم ده كويس، ان الروتين ده خد مني يوم كامل عامه يعني. طبعا لان انا قاعده لوحدي، لا جنبي ماما ولا جنبي اختي. يعني بتفرق جدا ان تبقى قريب حد من اهلها. ابسط حاجة هتعملها هتبعت بنتها او ابنها عند والدتها، او هتنزله لحماتها، او
حد هيجي يساعدها، اختها هتقف معاها، مش عارف مين هتيجي تساعدها، مامتها، الكلام ده كله. بس انا لوحدي بقى، فخد مني يوم طويل، بس اداني نتيجة كويسة في الاخر. وطبعا كان مشجعني على كده كمان. بعمل روتين ده بالذات لما يكون جوزي مثلا في شغل وعلى سفر، يعني مبقاش موجود في البيت. ما ينفعش جدا انك تقومي تعملي روتين بيتك او تقلبي الدنيا وجوزك موجود، ولو حتى تغسلي طبق في الحوض. آه، فطبعا انا هنا كان هو مسافر. كنت بقى برتب طلبات ولادي وبرجع اشوف انا عايزه اعمل ايه. اول حاجه بدات بقى طبعا زي ما انتوا شفتوا كده، كانت الدنيا مكركبه، كان المطبخ مليان مواعين وبواقي اكل واكياس وحاجات كتيره جدا. اول حاجه طبعا تخلصت، لميت كل الورق، اي حاجه ملهاش لازمه هتترمى في الزباله لميتها في جنب، اي بواقي اكل شلتها في جنب. إيه، لميت السجاده وقفته في جنب. بدأت بقى احط كل الحاجات في الحوض. وطبعا ده ما يمنعش جدا ان انك طول ما انت واقفه تغسلي مواعين تدعي لولادك، تدعي لجوزك، تدعي لنفسك، تسبحي، تذكري الله، تستغفري، تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هتاخدي حسنات، هتجددي نشاطك، هتدي لنفسك طاقه ايجابيه. ويا سلام بقى لو انت معاكي راديو في المطبخ او في الشقه عامه، يعني تشغلي كده، او ممكن تشغلي سوره البقره كده بصوت هادي كده مسموع. وانت شغاله بتعملي الروتين بتاعك، مش هتحسي باي حاجه في الدنيا. هتحسي ان الشغل خفيف، وان انتي بصي زي الفراشة عايزة تعملي حاجات كتير في وقت واحد، وعندك نشاط ومنتيش مستثقلة. الشغل احسن مليون مرة من انك تشغلي اغنية او اتنين انت بتشتغلي. هتيجي تشغلي الاغنية بقى تقعدي تتعفرطي ومش عارف ايه، وتلاقي الدنيا ايه اصلا، سرحت مع الاغاني وبتاع، والشغل ما بيخلصش. عامة فرق كبير جدا بين سماع الاغاني وسماع القرآن، وربنا يهدينا جميعا طبعا. هنا طبعا اول حاجه خلصتها كنت غسلت كل المواعين والاطباق. هنا كنت فرشه حافظ في الارض. وهنا بدات اكب بقى ايه الحاجات اللي في المطبخ من تحت، بلاستيكات بقى، منظمات، صواني، حلل. فرشت ورق كده في المطبخ من تحت، وبقى هبدا بقى ارص كل الاطباق بتاعتي. تمام، رتبها بشكل كويس. وهشيل مثلا ان انا بستخدمه في جنب، واللي مش بستخدمه هعينه في ناحيه تانية. اهو في سمح البصل كانت كل حاجه خلصت. فزي ما قلنا طبعا وانت داخله تعملي روتين لازم يكون عندك اكل على بيات، لازم تكوني مفضيه نفسك، ما يكونش عندك شغل تاني، او مثلا انك هتغسلي هتقلبي الكلام ده كله. لا، النهارده انا هقلب المطبخ، يبقى قبلها بيوم انضف شقتي، عندي غسيل اغسله، إيه، عندي سوق اروحه، عندي اي حاجه اخلصها قبل اليوم اللي هدخل فيه المطبخ، بحيث ان أنا ابقى داخله المطبخ مش ورايا غيره النهارده. لا، انا نمت النهارده مش هطلع منك الرقات اللي مقتول بمعنى اصح. وبس كده بدأت بقى، اخدت من الجزء بتاع المواعين ده كله، غسلت كله زي ما انتوا شفتوا كده، ورفعت كل حاجة مكانها، ومسكت البلاط طبعا اللي حوالين البتاع ده كله. المطبخ عندك منه يعني ايه مش كبير قوي برضو، بس بيلم زيوت خفيفة جدا بالسلكة، وانا واقفة في ساعتها كل حاجة راحت وبقى زي الفل وبلمع. تمام. هنا بقى الصفايه اللي بصفي فيها الاطباق قبل المواعين، هنا طبعا هغسلها. بصوا، همسكها اغسلها، مش هخلي فيها جزء صغنن كده بيقول عيني بتوجعني حتى. إيه، لان طبعا بتشيل مننا مواعين طول النهار، بصفي عليها المواعين، وطبعا بتستحمل معانا كتير يعني بصراحه. ومن شايفين شكلها كان واصل لايه طبعا، رغم ان انا اصلا قبل ما اولد كنت عامله الروتين ده للمطبخ عامه يعني. فزي ما قلت لكم تقسمي شغلك. يعني انت مثلا لو مش عايزه الدنيا تتراكم معاكي في الشغل، هتيجي اللهم صل على النبي، هتجيبي ورقه وقلم، وتدي لنفسك كل يوم ساعه، كل يوم ساعه. كلنا بنقف في اليوم بنعمل فطار وغدا وعشاء، ناخد ساعة من يومنا. مثلا انا عندي مثلا ضلفة الخزين محتاجة تترتب، محتاجة تتمسح وتتروق، اروقها، اراجع الحاجة اللي فيها، اشوف ان كانت فيها حاجة عايزة تترمى، حاجة عايزة تتساب، حاجة مش كويسة، حاجة هجيب ناقصنا حاجة اكتبها في ورقة، مش ناقصني هرتب حاجتي وانظم دنيتي واروقها وكده، ابقى خلاص. ممكن ما تاخدش منك نص ساعة على حسب، بس احنا بنقول ساعة بحيث ان احنا ندي لنفسنا براح كمان يعني. ف بنقوم خلصتيها تاني يوم مثلا هتاخدي برضو ساعة. محتاجة مثلا انضف تحت الحوض، امسح الفلتر، امسح جردل الرز، امسح البلاط، اروقه، انظم مثلا منظفاته الحاجات دي كلها.
وعدت تالت يوم بقى اخد التربو مثلا، ارتبه بقى في بصل في بطاطس في مش عارف ايه، ارتبه بقى وافرشه ورق جديد مش عارف ايه. لو عملت لنفسك كده كل يوم هتلاقي اصلا هتيجي على اخر الشهر ما عندكيش روتين انك تعملي، مش محتاجه اصلا انك تقلبي المطبخ، ما عندكيش حاجه تتقلب، حتتك نضيفه وزي الفل، ايدك فيها كل يوم من ضمن زحمه اليوم يا جماعه. بس فهتلاقي الدنيا معاكي بقت سهلة جدا وما شاء الله. ودايما بقى وانت بترتبي المطبخ كل شهر او كل اسبوع على حسب ما انت متعودة، لو عندك حاجة انت ركناها وما بتستخدمهاش اتخلي عنها، اديها لاي حد يستفاد بيها، ما تسيبهاش في المطبخ بتعمل كركبة وبتلم كركبة على الكركبة اللي هي فيها اصلا. يعني ممكن تكون سايبة حاجة وتقولي ايه هستخدمها بكرة، لا بعده يعدي سنة يعدي 2 وهي لسه موجودة مكانها. طب ليه انت بتستخدمهاش؟ اديها لحد، اديها لاختك لمامتك لحماتك لواحدة صاحبتك واحدة جارتك لو هتستفاد بيها عنك. تمام. وبدل ما هي مركونة يعني بتعمل زحمة في المطبخ ومبقاش لها ريحة اللازمة، عزيزة عليكي قوي عينيها تحت السرير يا ستي. تمام. هنا كنت خلصت الجزء اللي هو بتاع الحوض، بتاع رتبت المعالق وغسلت البلاط والمفاتيح والحامل بتاع بيقولوا على طقم التوزيع، ورتبت مواعيني والحاجات دي كلها. عايزه اقولكم ان نص الاطباق ده اصلا اتكسر بقاله 2 3 ما عادش موجود. ورتبت طبعا مية ازاز المية وغسلت الطاسات ورتبت المطبقة دي اصلا كنت مش فاكرة فكيتها غسلتها ولا لا. بصوا ورتبت كل حاجة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وكل حاجة والبتاعة بقت بتطلي معايا وبتبرق وزي الفل. حتى الحنفيات لمعتها، طبعا بتلمعيها بخل وكلور مع شوية صابون بيدوكوا بقى ايه لمعة رهيبة. والحوض طبعا الجزء ده مش شايفين خلص ازاي شكله، اول كان حاجة وهنا بقى حاجة تانية خالص. ده بقى الجزء التاني بتاع المطبخ نفسه. طبعا دي تقوم بقى التوابل زيت خل سمنة لسان عصفور بقى شعرية حلبة ذرة فشار فاصوليا لوبيا الحاجات دي كلها هنرتبها مع بعض. طبعا انا كنت مرتباهم او مانيش فاكره طبعا زي ما قلت لكم الفيديو بقاله 2 عامه، يعني في حاجات كتير ضايعه عني. كل دي منظمات توابل، وده كان في توابل في مشروبات شاي قهوه سكر نسكافيه كركديه نعناع ينسون الحاجات دي كلها. طبعا بقى كنت والده بقى ومهتمين بيا طبعا كل الحاجات دي كنت كلها بالاستفاد كنت جبتها بعد ما جبت ابني الاولاني، لان بدأ كنت باجي اكله او حاجه واسيب له الطبق بقى في الفتره اللي بيحب ياكل فيها لوحده كان كسر له كل اطباقي. فجبت بلاستيكات بقى، بدات اجيب كل حاجه بلاستيك 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 بحيث انه ابقى مطمنه عليه وهو بياكل يعني. وهنا بقى طبعا دي حاجات الحلويات بقى مجات الشوربه دوارق العصير منظم الفاكهه كحك الحاجات دي كلها في جزء تاني لوحده. تمام. رتبت كل الحاجات دي طبعا عدت عليها كده في شكل بايدي كده رتبت كل حاجه في شكل كويس بحيث ان هي ما تعملش زحمه برضو ومجات. وطبعا دي بقى رتبتها بالطريقه يعني اللي بستخدمه حطيته في جنب واللي بستخدمه سبته في جنب. لسه بقى طبعا الرخامه كان الورقه اللي عليها اللون بتاعها راح. كنت طبعا قبلها غسله سجاد المطبخ قبل ما اولد، ما كنتش فرشته يعني مامتي قالت لي ما تفرشوش لان احنا كنا في الحر وهسيبيه على الشتاء. وطبعا ده الترمس ما كنتش بستغنى عنه عشان الرضعه الصناعيه وكده. وتحت الحوض طبعا كان الفلتر كنت نضفته والغساله وكانت الدنيا زي الفل. هنروح بقى الناحيه التانية. اول حاجه عملتها هغير الورقه بتاع الرخامه نفسها. اللهم صل على النبي. ده كان شكل الكوبايات وشكل المطبقية بعد ما رتبتها، وده البوتاجاز كان هنا الكاتل. لا طبعا الكاتل ده اتحرق والخلاط ده اتكسر كانت ايام الحمد لله ربنا يديمها علينا نعمة. يلا نشوف شكلها بعد ما نخلصها هيبقى عامل ازاي. طبعا الادراج دي كان فيها ملح وكان فيها سكر وكان فيها اكياس رز بقى بواقي ملح بواقي شعرية بواقي بهارات. كنا طبعا داخلين على الخريفة الحاجات ما كانتش بتبوظ، ما كانش مستنى يعني ندخلها التلاجة وكده. وهنا بقى سكر ملوخية اهو زي ما انا فاكرة بالظبط. على بقى اكياس مكرونة اكياس شعرية حاجات كتير بقى. ده طبعا قرنبيط كنت عملته غدا في نفس اليوم، يعني كنت داخلة المطبخ وبدون ما جوزي كان مسافر فما كنتش طبخت بعد ما خلصت المطبخ.
طبعا غيرت الورقة ورصيت التربة. طبعا التربة هنقله من مكانه لسه، وشلت البلاط الحافظة، وغسلت مسحت الارض كويس جدا ورتبتها وكانت زي الفل. والمطبخ شوفوا كله فوق وتحت كان بيلمع، كخشب كان بيلمع، بلاط كان بيلمع. يعني كنت اتمنى ان يبقى فيه ستاند عشان اجيب لكم كل حاجه بالتفصيل. ودي مجات القهوه رجعتها مكانها، ورتبت بقى البهارات والمنظمات وكل حاجه بقت زي الفل. وشوف فرق كبير جدا من وانت داخله وانت خارجه. طبعا المفاتيح دي لحد النهارده انا شايلاها، لان ولادي بيدخلوا المطبخ بيقعدوا يفتحوا في الغاز وانا بقلق. فالمفتاح اللي بحس ان هو يبقى سهل ان هم يشدوه بقوم خلعاه خالص. مش مشكله الشكل، اهم حاجه ان نبقى محافظه عليهم عشان خاطر ما يتضروش في اي حاجه يعني. خلاص بقى، ده كان شكل الرخامة. رتبت انا المطبخ من تحت، والحلل والادراج نظمتها ومسحتها وفرشتها، وده شكل الرخامة. طبعا فضيت الرخامة التانية لان ايامها كنت بصور، فقلت هتبقى على قد التقديم الاكل والتصوير، والتانية بقى تبقى على قد احتياجاتي بقى، اطباق مش عارف ايه الحاجات دي كلها. انتوا شايفين المطبخ اصلا عندي ضلفتين، فما كانش مكفي ان انا اشيل حاجات تانية يعني. تمام. اهو بوريكم بقى الشكل النهائي للمطبخ بعد ما نضفته بقى ورتبته. بصة سريعة كده، وفرشنا السجاد. وطبعا لما شوية غسيل في اليوم ده بقى ومش عارف ايه، كل حاجة عدت يعني الحمد لله. ف اهو كانت الدنيا زي الفل ما شاء الله. سلام يا ولاد. اهو ده الشكل النهائي بقى للمطبخ زي ما قلت لكم، بقى بيلمع من فوق لتحت. غسلت بلاط، غسلت ارضيات، البوتاجاز، الرخام رتبته. ممكن تتغيري شكل مطبخك بورق البوتاجاز مثلا، ورقه الرخامه. السجاده كنت انا غسلاها قبل المولد اصلا وزي الفل اهو. فرشته بقى ان بقى يبقى روتين الشتا مره واحده. وده باب البلكونه بتاعي، مبفتحوش الا كل شهر مره لان الانبوبه في البلكونه. بس كده، وده بيكون خلص الروتين بتاع النهارده وخلص فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم، واكون افدتكم ولو بمعلومه صغيره جدا. متبخلوش عليا بقى بالاشتراك واللايك وتفعلوا زر الجرس وتكبروا بخاطر وتفرحوني وتدعموني وتقفوا في ظهري باذن الله. وربنا يوفقنا جميعا ويرزقنا من حيث لا نحتسب. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد ووصفة جديدة ومعلومة جديدة مع منى سند. بحبكم في الله يا احلى واجمل فانز. طبعا انا بكلمكم حاليا واحنا حوالي حاجة و40 ان شاء الله. عندي امل ان هنيجي في يوم هنبقى 40,000 و400,000، ومفيش حاجة تكتر على ربنا ومفيش حاجة بعيدة عن ربنا. ربنا يحقق لنا كل اللي احنا بنحلم بيه ونفسنا فيه. اشوفكم في فيديو جديد، اشوفكم على خير، مع السلامة.